تعالوا نتكلم على تفاصيل الأوردر القمر ده. من أكتر الأوردرات اللي خدت أكبر وقت مني في الشغل وأكبر وقت مني في الفينش، اللي هما ايه الشخصيتين اللي على الكيك، شخصية مارد وشوشني وشخصية شلبي سلوفان. كنت حابة جدا اني انا اشتغل على الشخصيات دي واطلع كل التفاصيل بتاعتها زي ما انتم شايفينها. ما شاء الله التفاصيل، يعني بصوا كده للفم، السنان باينة، العين تفاصيلها كلها باينة، حتى الضوافر بتاعت الشخصية معانا باينة بكل التفاصيل. لا، والشكل مجسم كأنه طبيعي جدا، والعيون البارزة عاملينها بكل التفاصيل، والأنياب بتاعت شلبي سلوفان ما شاء الله، والجسم بتاعه. وكنت حابة جدا جدا ان انا اوصل للشكل الطبيعي. طلعت معايا في الاخر كأنها لعبة، يعني مش مجسم من عجينة السكر. وعلى قد كمان ان انا عاملاه من جوه فيك، كنت حاطه فيه سلوفان عشان يكون خفيف معايا. وتقدروا ان انتوا اوردر زي كده تحتفظوا بيه. طبعا الكيك طبعا هيتاكل، انا بتكلم على المجسمات. تقدروا تحتفظوا بالمجسمات كديكور عندكم، او كذكرى مثلا لعيد ميلاد البيبي اللي اتعمل له الكيك، فهتكون ذكرى حلوة جدا، او يلعب بيها البيبي، كانت هتكون فكرة جميلة جدا. فانا كنت حابة اشارك معاكم تفاصيل الاوردر دوت بالطريقة بتاعته، بس للأسف اتمسحت من عندي. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، دي من ضمن الاوردرات اللي اتمسحت من عندي على الموبايل. الحمد لله، المهم ان احنا شاركنا معاكم الفينش الاخير، والفينش الاخير ما اتمسحش. الحمد لله، زي ما انتم شايفين الاوردر ما شاء الله جميل جدا. هستنى اعرف رايكم تحت في التعليقات. بشوفكم في اوردر جديد وتفاصيل جديدة. باي باي.